بعد ما كملنا دنيزلي شفنا كل الأماكن السياحية، اتغدينا بيها وشربنا شاي، وعلى الساعة ب6:15 تقريبا العصر طلعنا من عندها. لكن كانت هذه الغلطة الثانية اللي سويناها، والمفروض احنا نبات بيها، والسبب تعال اراويكم اياها. طريق فتحية يعتبر واحد من أصعب الطرق اللي أنت ممكن تشوفها بحياتك. الطريق شلون صاير حلزوني، جاي يشوفون هذه العلامة شلون الحلزوني بالضبط، شوفوا الاستدارة هذه الجاية. وأنت من تروح الطريق فتحية راح تطلع من دنيزلي، بس راح تصعد الجبل، راح تشوف الرباب قدامك وتنزل. احنا غلط اللي سويناه، احنا طلعنا بالليل. وبعد شوية بالفعل ساء الوضع جدا. افتر بيك الشارع شوف راح نروح شوف هاي بالنص، حتى بالنص وش عليه هذيك جاي يشتري افتر بيك. ظلينا على هذا الوضع ما يقارب الساعة ونص، وإحنا نمشي تقريبا 20 إلى 30. بالحقيقة اللي ساعدنا بموضوع إنه إحنا نطلع هي الخطوط اللي موجودة بالشارع والإشارات اللي موجودة، الإشارات اللي مخليتها الدولة بالشارع. فهذه الصراحة شيء مفيد جدا، هو اللي خلانا نعرف إنه إحنا لازم ندور على جهة اليسرى أو ندور على جهة اليمنى، لأن هذا الشارع يكون بين واديين. تحية لكل من سوى هذه الشوارع. طبعا هذا احنا السويت اللي ماخذينه هو عبارة عن غرفتين، واحدة بالصف الثاني بالإضافة إلى الملحقات، يكون بهذا المكان، وهذه هي إطلالة السويت. طبعا هذا مارينا ممكن منها تطلع للجزر اللي موجودة قبالنا، هذه الجزر اللي موجودة تقدر تطلع لها وتاخذ سفرة سياحية بها عن طريق المراكب اللي هنا، لأن هي أصلا تطلع مراكب منها. الانطباع الأول عن المدينة، المدينة حلوة راقية، أجواءها حلوة، لا هي باردة ولا هي حارة، بالإضافة إلى التعامل من ناحية الفنادق، من ناحية الناس اللي موجودين بيها جيد جدا، يعني هذا مدينة جدا هذه. أنا حاليا في مدينة فتحية. طبعا هذه المدينة مدينة جميلة جدا، الأجواء جميلة جدا، يجي يشوفون حتى مناطق أو خلينا نقول اللي هي الباراشوتات، فعاليات كثيرة موجودة بها. الفتحية لازم تروح لها في وقت الصيف مو وقت الشتاء، يعني جاي يشوفون الساحل حلو لكن فارغ، طبعا ماكو أحد، لأن لازم تجي انت بوقت مثل ما ذكرت بوقت الصيف. الأجواء الصراحة جميلة رغم أنه هي شتوية، الأجواء ماكو أحد لكن جميلة، تستمتع بالبحر، تستمتع بالأجواء الجميلة جدا. وهذا الباراشوت راح ينزل بقى، راح ينزل. يشوفونه. طبعا هذه فعاليات موجودة في منطقة فتحية، يشوفونه شلون يدور. طبعا هو ما يقدر ينزل مباشرة، لازم يدور يقدر يوازن بنفسه. شوفوا راح ينزل، بس وين راح ينزل؟ ما راح ينزل على الجبل. طبعا هو يبين يمكن انه راح ينزل على الجبل، لكن هو ما راح ينزل على الجبل. طبعا انا صوت البحر يمي قريب بسبب انه احنا على البحر. طلعنا من أولو دونيز واتجهنا إلى وادي الفراشات. الصراحة شيء رهيب غير متوقع نهائيا. مثل ما ذكرت لكم احنا طالعين من فتحية ومتجهين إلى مرمريس، لكن هذا الوادي يكون في موقع ما بين مرمريس وفتحية. هذا يسمونه وادي الفراشات. الصراحة واحد من أحلى الوديان اللي شفتها بحياتي.
بعبع المي الازرق فتشي مو طبيعي نهائيا. الله يا جمال هذا الوادي. الله الله الله. بعد اطالع. من تطلع من وادي الفراشات لازم تنتبه للصخور وانت صاعد، لان المنطقة شوي تكون صخرية فتكون وعرة. يلا نشوف متابعينه